أهلا، النهاردة جايين نناقش قائمة أفضل 10 ممثلين في مصر، والقائمة دي هتبقى الأفضل بلا منازع، ونبدأ بالمركز العاشر واللي معانا فيه محمد هنيدي. بص، عشان نختلف ونغير شكل الكوميديا في مصر، لكن عدم التطور ده تقتل أي حد مهما كان اسمه. يعني محمد هنيدي آخر فيلم ليه أو مسلسل عمل حاجة فيه بجد كانت رهيبة. أنت متخيل هو بعيد إزاي؟ وحتى مسلسلاته اللي زي شهادة معاملة أطفال اللي كان بصراحة موجه لفكرة أطفال، قصة إن البطل اللي بيخش في غيبوبة وبيصحى بعد 20 سنة ويواجه التغيرات الغريبة، خلاص فكرة اتهرست جدا وكفاية عليها كده. ومحمد هنيدي لولا وجوده على السوشيال ميديا ما كانش هيبقى ولا على البال ولا على الخاطر نهائيا. في المركز التاسع معانا أحمد حلمي. بص، حلمي يمكن ذكي، يعني موقف أعمال عشان فاهم إن هو فلس ورصيده عند الجمهور قل جدا، والنجاح الوهمي بتاع فيلم واحد تاني لو نزل بفيلم شبهه تاني الجمهور مش هيدعمه نهائيا، خصوصا بعد اللي حصل معاه في السعودية والمشاكل اللي عملت فراغ بينه وبين الجمهور. في المركز التاني معانا أحمد السقا. أحمد السقا مشكلته قريبة جدا من محمد هنيدي، هما مش مستوعبين إن هما خلاص كبروا، أدوار الدور الشاب العشرين الجامد ده خلاص مش هينفع. ولو جيت بصيت على آخر أعمال أحمد السقا كلها نجحت بسبب إنه إيه، الممثل معاه قوي، لكن مش بسبب السقا نفسه. وحتى بيشارك في أعمال هابطة زي العتاولة اللي هو ناجح أصلا على إفيهات بس وسمرة بس. مسلسل زي نسل الأغراب مسلسل غلط من كل الجوانب، من أول الكتابة اللي كانت بتتكتب وقت التصوير، أنت متخيل الكارثة؟ فأحمد السقا من الممثلين الأذكياء جدا في نفس الوقت، بيشارك البطولة مش زي محمد هنيدي المحتفظ بإنه الكل في الكل، ودي عقلية ميتة. ونيجي بقى للمركز السابع، معانا فيه طه دسوقي. بص، لو بتتكلم على الجيل الجديد طه أحسن واحد يمثل الجيل ده، ودي من وجهة نظري. بصراحة أنا بسترخم مع كوميديا عصام عمر أوي، وفي الدراما معرفش يشدني، لكن طه دسوقي في كل الألوان ماشي ومش رخم على حد، وده اللي بيميزه فعلا، وهو فعلا مشروع كريم عبد العزيز جديد. ونيجي بقى في المركز السادس واللي معانا فيه محمد ممدوح. بص، ممدوح ممثل بسيط ويتحب، وفي الكوميديا والأكشن والدراما فعلا هو مشروع سينمائي قوي جدا، وأحد اكتشافات مروان حامد. وممدوح بيعرف ينقي اختياراته أكتر وأحسن بكتير. ونيجي للمركز الخامس وهو فيه هشام ماجد. بص، هشام فعلا أثبت نفسه إنه أفضل واحد في الثلاثي، وإحنا أهو في 2025 وهشام أفضل ممثل كوميدي في مصر. وخلي بالك ناس زي مصطفى غريب دول بيسموا ظواهر كوميدية مش ثوابت. يعني مصطفى لو مفيش موقف يسمح له انه يطلع كوميديا مش هيطلع كوميديا، يعني مش زي عمنا طلعت زكريا بيعرف يخلق موقف كوميدي لوحده يرمي منه افيهات كتير جدا وتضحك الناس كتير جدا، لكن مصطفى ما عندوش الامكانيات دي لسه. والرابع معانا وهو الكبير بتاعنا استاذ ماجد الكدواني. يعني ذمتكم حد شاف دوره في حرامية في كي جي 2؟ سيد ده، هل حد توقع انه سيد هيعمل افلام زي الاصليين وتراب الماس؟ حاجه تخض فعلا. استاذ ماجد الكدواني حلاوته في بساطته، يعني تمثيله بسيط وسلس جدا، واي حد هيتعلق بالتمثيل بتاعه بسرعه. يعني بيوصلك مشاعره ببساطه، رياكشناته ببساطه، مش بيحب يجعر والحاجات دي. والتالت معانا هو اياد نصار. اياد نصار فعلا ممثل تقيل ودايما بيركز على العمل اللي يعيش لسنين. عقلية نادرة جدا بصراحة في الممثلين، وقليلين أوي اللي بيخشوا عمل عشان العمل ده هيعيش لمدة 10 أو 20 سنة. يعني بتتكلم في عمل زي ظلم المصطبة، هو اتظلم في رمضان شوية في المشاهدات بتاعته، لكن العمل ده بعد 10 20 سنة هيبقى لسه مكمل عادي أو إحنا متقبلينه في أي حاجة. وطبعا التاني هو أحمد عز. بص، عز هو مش نجم أكشن أصلا. أي، ما تخضش، عز قبل ولاد رزق ما كانش ممثل أكشن أصلا. من بعد ولاد رزق هو أهم نجم أكشن في الشرق الأوسط كله. وخلي بالك سنه كبير أصلا وأفلامه قليلة نسبيا، مسلسلاته مش بتنجح بصراحة حتى لو جامدة، بس أهم حاجة إنه بيكسر الدنيا في السينما جدا. يعني فيلم زي كيرة والجن، عز حصل له تطور من إن هو إيه، النجم الأكشن اللي بيقول كوميديا في وسط الفيلم، لكن بقى إيه، تحول بقى لحتة النجم الأكشن اللي بيقدم أدوار تراجيدية، الشاب اللي معرفش إيه كده. وطبعا كل ما توقع من الأول، وهو نمبر 1 الشرق الأوسط. الولايات المتحدة ناوية تغزو بأفلامه القادمة السوق التركي وبقوة. وطبعا عرفنا مين هو نمبر 1، وهو كريم عبد العزيز. أصل أكيد مش هقول لك محمد رمضان، يعني صباح الفل. المهم كريم عبد العزيز الممثل الأنظف. مصر لما تلاقي مفيش مؤلف أو مخرج أو منتج أو ممثل أو ممثلة معاهم مشكلة واحدة ناحية كريم، يبقى أنت كده قدام واحد فاهم سينما بجد، فاهم ازاي يبقى نجم بقوة جدا ومسيطر كمان على شباك التذاكر. وغير كده مسلسلاته ناجحة وجدا كمان. واخرهم كان الحشاشين اللي بقي ترند في روسيا واتحظر للاسف في ايران، بس اهو اعماله بتدبلج. المسلسل الاشهر في الالفيه الجديده هو الزئبق، حاجه كده من ريحه وشهره رأفت الهجان. وطبعا طالما قلنا اسم مسلسل الزئبق، وفين الجزء التاني المكتوب يا جدعان؟ وحوار المخابرات منعته ده مستحيل، يعني نقول كلام يدخل العقل اصلي.
انت مش قدام مؤسسة صغيرة، ده جهاز سيادي. يعني لو عايزين الجزء اصلا واحد ما كانتش طلعت معلومات واتكتب كامل الجزء التاني واتعمل منه مشاهد في صباح الفل يعني. بس هي المتحدة كانت محتاجة مسلسلات زي الاختيار وغيرهم. بس دلوقتي انسب وقت للزئبق، واكيد يعني باذن الله هنشوفه رمضان 2026 يعني، ده تصريح مني. في النهاية القايمة دي رأي شخصي بي أنا، وطبعا لو ليك رأي مختلف الكومنتات موجودة، اكتب اللي عايزه فيها وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناة فن ودماغ، واستنونا في الفيديو القادم.